يا شباب هشرح عن احدث تسريبات بي بليد اكس. ومبدئيا معانا اول بلبل اللي هو سابرس سوبر مش عارف اسمه ايه، مش مهم. المهم يا شباب البلبل دوت اللي هو بلبل اللهيب في الاكس يا شباب. ايوه زي ما سمعتوا، طبعا هو من نظام البي اكس الاكسباند، وطبعا شباب هو من النوع المزدوج دوران ميني. يلا نبدأ الشرح. فالبليد لو لاحظنا يا شباب يعتبر تصميمها هجومي، يعني يعتبر تصميمها مزدوج مايل للهجوم زي القوار القاطع. وطبعا نظام البي اكس الاكسباند بيخلي فيه حديد عند الشعار، فدوت بيخلي البليد وزنها عالي. والقطعة اللي بعدها يا شباب واللي هي راتشت 070، واللي هي ملهاش اي مناطق لانها مدورة وطولها 70 مليمتر. والبت بتاعته بت LB لو بوينت. طبعا شباب ليها مقاومة عالية للبيرست، طبعا ليها 12 خط. المفروض ان هي بت ليها يعني بصوا نقطة، ولما تميل على الاطراف بتهجم. النقطة ديت للتحمل زي ما احنا عارفين، نقطة للتحمل، ولما يميل على الاطراف هجوم. وطبعا دي بت بوينت العادية، ولكن لأول مرة هينزل معانا بت لو بوينت، هتبقى يعني اقل من طولها هيبقى اقل من طول بوينت العادية بواحد سنتيمتر. وطبعا يا شباب قدرنا نعرف لون الراتشت هيكون ابيض، ولون البت هيكون احمر اللي عايز يعني يعرف الالوان وكده. وطبعا يا شباب دوت يا شباب اللي يدل ان هو مستوحى من اللهيب. حرفيا البلبل ده مستوحى من اللهيب الحارق بشكل خرافي. اول حاجه زي ما انتم شايفين النقط دي هي موجوده في النقط دي، يعني زي النقط دي، والحتت ديت زي الحتت دي يا شباب لو انتوا لاحظتوا يعني. بس وحتى يا شباب هنا عندنا راتشت زيرو زي ديسك زيرو، فاهمني؟ فصراحه تفصيل حلو قوي من تاكارا تومي. ويعني البلبل حرفيا كان ناقصه يبقى باللون الاحمر ويبقى حرفيا نفتكره ان هو اللهيب. والبلبل اللي بعده يا شباب واللي هو هيلث نظر يا شباب. ايوه يا شباب البلبل ده حرفيا من اول ما تسرب الصوره ديت الناس انا نفسي انا بقيت متحمس قوي. طبعا البلبل من نظام اليو اكس الاكسباند، دوران ميني من النمط المزدوج للاعب نبيل اكيد. وطبعا يا شباب اسمه هيلث نظر. وطبعا يا شباب البلبل ميزته في البليد واللي هي انك تقدر ديت وضعيه البلبل الاصليه، تمام؟ تقدر بقى ايه، انت تقدر يعني زي ما انتم شايفين في اسهم هنا، تقدر بقى ايه تدوس على الحديده ديت لتحت، فايه تنزل الحديده لتحت هي والحته الحمراء. لو لاحظتوا يعني الحته الحمراء ديت مدموجه في الحديده، فانت لما بتنزلها الحته الزرقاء دي بتختفي. فالمهم الحديده بتكون بقى قصيره والبلبل بيكون قصير، و يعني بيكون طويل زي اي بلبل بيخبط مع بليدز عادي. وهنا عندنا بالوضع القصير بيخبط راتشت مثلا، بيخبط بلبل فارس مدرع من تحت وبيبرسته يعني، وهكذا. وهنا يا شباب ايوه عندكم بيقول ايه، تدوس كده على البليد تنزل لتحت. وطبعا يا شباب هنا عندنا شكل البلبل من قدام وشكله من الجنب. طبعا يا شباب البلبل نظام اليو اكس الاكسباند، والبلبل اليو اكس الاكسباند مش بيكون ليها راتشت، وتكون الراتشت مدموجه في البليد. فحرفيا يا شباب لو انتوا بالوضع الحديده المنخفض يعني، او يمكن نسميه اللو مود، هتبقى حرفيا بنفس طول بلبل شارك سكيل، واللي هو واحد من اقصر بلابل بي بليد اكس حرفيا. فيعني بلبل اسطوري بمعنى الكلمه. وطبعا يا شباب البت واللي هي بت زاب، فيعني بس مش مهم. وطبعا شباب انا هقول لكم حاجه، من اول ما انا شفت البلبل من الجنب وانا خلاص مش يهمني برتقاني ولا احمر. صراحه تصميم البرتقاني طلع حلو. وطبعا شباب بيت زاب اللي هي نقطه خفيفه جدا، ولما تيجي على طرف تهجم على طول، فهي دي البيت. وحتى لونها برتقاني اهوت، فاحنا عارفين الوان قطع البلبل. وهينزل كمان يا شباب نسخة خاصة من بلبل سيلفر وولف باللون البنفسجي اللي هو الذئب الفضي من بي بليد اكس الجزء الثاني هيظهر. وطبعا ده بلبل هوفر وايفرن برضه هينزل له نسخة خاصة باللون الأخضر.
اسمه هوفر وايفرن، اللي هو تطور بلبل وايفرنجيل، وبلبل وايفرنجيل واللي هو بلبل تنين مجنح. الخبر اللي بعده يا شباب اسطوري. شايفين يا شباب بلبل جلوري فالكري بقى عنده، هينزلوا منه نسخة باللون الازرق على اساس ان هي شبه الشجاع ايام البيرست، طبعا هو نظام يوكس الاكسباند. وحتى ادي شكله من قدام ومن الجنب، من الجنب رهيب، شكله رهيب، انا مش بهزر. وحرفيا ايوه يعني مش عارف النسخه ديت ازاي هتقدر تجيبها، انا عن نفسي مش عارف ازاي. والخبر الغريب بقى شويه واللي هو يا شباب هينزلوا V2 من التنين السياف. اللي مش فاهم قصدي ايه، قصدي يا شباب ان هما عندهم نفس بلبل التنين السياف اللي هي بلاد الثلاث اجنحه، وراتشت 360 اللي هي 3 قنوات قطرها 60 ملم، وبرضه بتفلات اللي هي قاعده مستقيمه جواها فراغ. دول نفس القطع، هو نفس التنين السياف، ولكن الفرق يا شباب وزن البليد حرفيا هيبقى فيه 2 فيرجن 2. فطبعا قصدي بلاد التنين السياف الاصلي 34 جرام ونص، ولكن بالفي 2 بقى يا شباب 37 جرام ونص، فزاد 3 جرامات. يعني حرفيا 3 جرامات ديت في بيبلت اكس اسطوريه. وطبعا شباب اسمه ايه ده، مش عارف برضه ازاي هتجيبها، يعني انا مش عارف ازاي هتجيبها، يعني ما تسربلناش ازاي هنجيب النسخ دي. الخبر اللي بعده يا شباب واللي هو بلبل كلوك ميراج، بس نسخة خاصة باللون الأصفر والأزرق يا شباب. هو هيجي معاه راتشت 455 نفس راتشت لغة الاندفاع اللي هو CX باللون الأزرق، وبيت اس بيت وحيد القرن ولكن برضو باللون الأزرق. وطبعا شباب أصلا البلبل يعني البلاد بتاعته يعني من أسوأ البلادز، لأن هي أي البلاد ديت مش بتقبل إلا إن هي تركب الرواتشتس اللي بتخلي أي بيت يكون قدرتها على البرست قليلة. فيعني البلبل ده مهما حصل هيتبرست بسهولة. طبعا هو تصميم مدور يا شباب، دايرة حرفيا، اسمه كلوك ميراج. أيوة. وطبعا يا شباب النسخة الأصلية يا شباب أصلا بتيجي براتشت ليها 9 مناطق، وطبعا طولها 65 ملم، والبت بتيجي بات بول اللي هي دايرة. ف كده شرحت عن النسخة الخاصة والنسخة العادية. الخبر الأخير يا شباب واللي هو هينزلوا زي كتاب كده بيبقى فيه ستيكرز، على ستيكرز لاعبين. بتحط بقى البلبل، بتحط صاحب البلبل لازم تحط ستيكرز اللاعب على بلبله زي ما انتوا شايفين. وطبعا يا شباب زي ما انتوا شايفين مثلا هنا عندنا نزار نبيل، وهنا عندنا مقنع اكس ايهاب على درين سترايك، وهنا كروسو 7 على هيفنز رينج. وهنا شباب عرفنا ان بلبل جلوري فالكري هيبقى للاعب كروسو 1. فده معناه يا شباب ان بلبل كروسو 0 مش هيبقى جلوري فالكري، جلوري فالكري هيكون بلبل 0 بلبل 1 كروسو هو جلوري فالكري. انما بلبل 0 كروسو انا يا شباب اتوقع ان بلبل 0 كروسو هيكون يا شباب اللهيب. فانا هقول لكم ليه. تمام. بص، اول حاجه لان بلبل كان فيه راجناريج، عارفين بلبل راجناريج اللي هو نسخه من الخفاش ظهر في الانمي. تمام. وجلوري فالكري ادينا عارف ان هو هيظهر في الانمي. فانا اقول يعني ليه بقى اللهيب يعني مش هيظهر في الانمي؟ فانا اظن اللهيب هيظهر في الانمي، ولو ظهر في الانمي فانا اظن ان هو هيبقى بلبل 0 كوروسو. فبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. حط لايك واشترك القناه وفعل الجرس عشان تشتركوا كل فيديو جديد، واكتبوا لي في التعليقات اكتر بلبل انتم متحمسين له من دلوقتي. انا الصراحه اكتر بلبل متحمس له صراحه يعني وش حرفيا هو هيلث نظر يا شباب، لان انا كنت عايز اعرف من اول ما عرفت ان في بلبل هيبقى اسمه هيلث نظر، وانا عايز اعرف ايه هو. فصراحه انا متحمس له جدا هيلث نظر. النهارده شباب هشرح عن احدث تسريبات بي بليد اكس.
ومبدئيا اول بلبل معانا يا شباب، واللي هو بلبل صبرس مش عارفه انت يا شباب. بص البلبل اسمه